جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر هل تعلم له سميا يقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنه حول جهنم جثيا ولننزعن من كل شيعة نيهم وجد على الرحمن عصيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل ما كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مددا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة وسيعلمون من هو شر مكانا وأداه جندا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ما يقول ونمد له من العذاب مدا ليكون له ويكون عليهم ضدا أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تقتلهم أذى عليهم ما نعد له عدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إلا من تأخر إن الرحمن هكذا الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل ما في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد آتاه وعدهم أبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 134 آية نسألك العفو الله